سمعت قبل كده عن سر لعنه رقم 13؟ هي لعنه كده معتقدين بيها بره الكوره وليها علاقه بلوحه العشاء الاخير وعدد الضيوف ال 13 اللي كانوا موجودين في اللوحه. ايوه يعني ده علاقته برضه بالموضوع؟ مش فاهم. احب اقدم لك مايكل بالك. مايكل بالك يا صديقي، واللي كان بيلعب في بايرن ليفركوزن لابس رقم 13، كان واحد من الامثله المشهوره عن لعنه الرقم ده. مايكل بالك واللي قدم مستوى كبير في موسم 2001 2002، الا ان الموسم ده واحد من المواسم اللي مايكل بالك عمره ما هيحب انه يفتكرها تاني. ابتدت قصه الموسم ده بالبوندسليجا، واللي بايرن ليفركوزن كان قريب جدا منها لغايه الجوله الاخيره، بس بروسيا دورتموند قدر ان هو يحافظ على الصداره بفرق نقطه واحده عشان يخسر مايكل بالك مع فريقه بايرن ليفركوزن اول بطولات الموسم. بس في باله انه عادي، هنعوض، عندنا ماتش في نهائي الكاس كمان 7 ايام، فعادي هننزل نجيب بطوله بدل اللي خسرناها. بس زي ما انت متوقع فعلا يا صديقي، مايكل بالك بيخسر فاينل الكاس قدام تشالكا بنتيجه 4-2، وعشان بالماتش ده كده يبقى خسر بطولتين في اسبوع واحد. بس يروح بالك ويقول يا عم مش مهم، انا كده كده اصلا ما بحبش البطولات المحليه، وسع كده هات لي التيشيرت ده، انا نازل اجيب الشامبيونز ليج. عشان بعدها ب4 ايام يروح يلاعب ريال مدريد عشان يروح يلاقي زيدان وروبرتو كارلوس والرجاله مستنينه في امستردام في نهايه الشامبيونز ليج، عشان كالعاده يخسروا وهو واقف مش مستوعب. 12 يوم كانوا كافيين ان هم يقضوا على كل البطولات اللي كان بيحلم بيها. لاعب صغير وفي السن ده كان بيحلم انه ياخد البطولات للنادي اللي لسه جاي له جديد. بس بالك ما بيسكتش، قال لك يا عم انا عرفت المشكله فين، العيب مش فيا، النادي ده هو المشكله. انا هروح العب مع منتخب بلادي كاس عالم، واحنا منتخب قوي وكاس عالم في الجيب ان شاء الله. وفعلا المانيا بتوصل نهائي كاس العالم 2002. مايكل بالك اللي قدر يعدي منتخب بلاده في ربع النهائي بهدفه ضد امريكا، وبعدين هدف ضد كوريا الجنوبيه في نص النهائي. بس في اخر دقايق ماتشهم ضد كوريا الجنوبيه بيتصرف بسذاجه وياخد كارت اصفر ملوش لازمه يحرمه ان هو يلعب في النهائي. واللي المان كتير كان بالنسبه لهم الخبر ده خبر سعيد اصلا. اكيد انت مستغرب ازاي لعيب زي ده صعدهم من ربع النهائي ونص النهائي وفرحانين انه مش هيلعب، بس كل ده اعتقادا منهم بلعنه نحس النهائيات بتاعته. واللي فيه راجل الماني كباره كده طلع جمله اتشهرت قوي وقتها، قال لو عايزين نكسب البطولات فدي بتاعت مايكل بالك اولا. ويقعد مايكل بالك فعلا ال 90 دقيقه على الدكه بيتفرج على منتخب بلاده وهو بيخسر الفاينل 2-0 عشان يخسر مايكل بالك البطوله الوحيده اللي فاضله له في الموسم ده. وفضل الالمان معتقدين ان اللعنه دي هتفضل ملازمه المنتخب بتاعه، واللي فعلا بعدها المانيا بتخسر نص النهائي 2006 على ملعبها ضد ايطاليا، وبعدين يخرجوا تاني من نص النهائي في 2010 قدام اسبانيا، لحد ما مايكل بالك قال لك لا كفايه كده خلاص، انا هعتزل يا عم والمنتخب بتاعي من طريق وانا من طريق. وقرر مايكل بالك انه يعتزل الكوره ويريحنا 2012 عشان يجي منتخب المانيا في كاس عالم 2014 ويكسب البطوله بعد غياب 24 سنه وبعد اعتزال مايكل بالك. وده اللي كان بالنسبه للناس تاكيد ان اللعنه دي ما انتهتش غير لما اعتزل مايكل بالك خالص. بالمناسبه احكي لك يا صديقي ان مايكل بالك قبل بايرن ليفركوزن لعب لنادي اسمه كايزر سلاوترن، واللي حقق معاهم اكبر انجاز في تاريخ النادي وهو حصولهم على البوندسليجا للمره الاولى والاخيره في تاريخهم. طب ما الراجل حلو وشغال اهو يا عم وبيعمل انجازات عظيمه. يا عم ما انت ما سبتنيش اكمل كلامي، ده الفريق الوحيد اللي مايكل بالك لعب له من غير ما يكون لابس تيشيرت رقم 13. طب سيبك يا عم من مايكل بالك، تعال بقى احكي لك واحده من الحاجات المضحكه في الكوره واللي اتربطت بالنحس والشق لدرجه ان الراجل ده لما كان بيجيب جون واحد بيموت. خلينا احكي لك عن الظاهره ارون رامسي، لاعب نادي ارسنال واللي لعب لهم 10 مواسم. رامسي ما كانش لاعب هداف قوي، وفي ال10 مواسم دول كلهم حط 60 جول بمعدل 6 اهداف في الموسم الواحد، والحمد لله انه ما جابش اكتر من كده. طبعا انت مستغرب ليه انا بقول كويس. خليني اقول لك يا صديقي ان رامسي جوانه ما كانتش مجرد كور بتدخل المرمى كده عادي، وده لان ارتبطت اهداف ارون رامسي بموت حد مشهور لدرجه ان الناس عملت لسته كامله بضحايا ارون رامسي، واللي ضمت شخصيات غريبه ملهاش علاقه ببعض زي جورج بوش الاب، ستيف جوبز، معمر القذافي وبن لادن، بول ووكر وروبن ويليامز وغيرهم كتير متجمعين في لسته بكل ضحايا اهداف ارون رامسي. ولما اتسال ارون رامسي عن الموضوع ده قال ان دي مجرد سخافات وانه بيحب يجيب اجوان، بس اكيد ما بيحبش يسمع خبر وفاه حد، دي حاجات غيبيه يا عم والاعمار بيد الله، وانت جاي تنكد علينا واحنا لسه طالعين من ايام جميله رمضان وعيد وكده. طب بمناسبه بقى الاعياد والكحك والحاجات الجميله دي، خلينا احكي لك قصه الزمالك اللي منع الفرحه تخش بيوت مشجعينه في الاعياد مهما كان مسماها بقى، عيد كبير عيد صغير عيد عمال عيد بقى لي 13 سنه بشجع الزمالك ما افتكرش ان انا شفت مره بيكسب في عيد. يا راجل بلاش، ده حتى المناسبات الوطنيه والحروب والثورات ما تجيبهاش في الاعياد، الزمالك كده كده بيخسر. بقى لك فتره انت كوميدي خلي بالك يا صاحبي، ده حتى في مطلع السبعينيات الاهلي في 8 سنين كسب 2
دوري بس، في حين ان الزمالك خد 3 والاسماعيلي 1 والترسانة 1 والاولمبي 1، واي حد كان معدي عايز ياخد دوري بياخد. والدوري بدا يتحرك من الجزيره وبقى في تنافس كده، والزمالك كسبه مرتين ورا بعض، تعدي عادي كده مساء الخير، ويرجع النشاط بعد فتره النكسه. وقبل الحرب بسنتين يرجع الدوري موسم 71 72. الزمالك متصدر والدنيا سكر، وراح لاعب الاهلي وكسبان في الدقائق الاخيره 2-1. وبعد ضربه جزاء فاروق جعفر اللي الزمالك ما شافش نور من بعدها، حصل شغب جماهيري، وجماهير الاهلي نزلت معترضه على ضربه الجزاء، واتلغى الماتش والبطوله بالمره، وقفلوا القنوات وقفلنا الدوله. وتعالى انا بقى هخسر الماتش الجاي واخسر الدوري وانزل ادغدغ الاستاد، وتعالوا نتفاهم. يا عم بلاش. قبل ثوره يناير وحسام حسن كان جاي عامل ريمونتادا من المراكز الدفاع ومتصدر الدوري والدنيا زي الفل، مساء الخير جاي لك من طرف النكسه. حسام حسن يقول لك بلا ثوره بلا بتاع، يا عم الدوري مضمون، عشان يرجع النشاط بعد الثوره ويخسر الزمالك البطوله. بلاش يا عم بعد الثوره والدنيا جميله ولعبنا 15 جوله، حرس الحدود متصدر لاول مره في تاريخه يا مؤمن، والزمالك بيتنافس معاه، والاهلي حالته بتتدهور وضن عشان تيجي حادثه بورسعيد وتيجي وتلغي النشاط كله وتوقفه. السنه اللي بعدها قال لك خلاص بقى احنا هنعمل الدوري مجموعتين وهنريح الدنيا خالص، والزمالك متصدر مجموعته برقم محترم. والله يا صاحبي انا مكسوف مش عارف اقول لك ايه يا راجل، ده احنا يوم ما وصلنا نهائي افريقيا وبعد غياب قررنا نبيع لعيبه كتير متأيده افريقيا، واتحرمنا ان احنا نأيد مكانهم لعيبه، واللعيبه اللي كانت متأيده في الاول بقى عارفهم اتصابوا. والله هم يضحك وهم يبكي يا جماعه. لعبنا المعروف يوسف باك شمال ورمزي خالد باك يمين، الاثنين اصلا بيلعبوا خط نص، ده غير ان الاحتياطي كان فيه 6 لعيبه بس. بيقول لك كان في واحد معدي في الاستاد قال لهم تشربوا حاجه يا رجاله، 6 لعيبه يا مؤمن، في منهم 2 حراس، واحد منهم مصاب اصلا، بس قال يجي يملى فرع الكراسي. طب خلونا نرجع ورا شويه. بيقول لك الفيفا اخترعت حاجه جديده اسمها كاس العالم للانديه سنه 2000، عشان اللي اكيد هيخشوا نادي القرن الافريقي الزمالك. ايوه يا صديقي احنا نادي القرن الافريقي، تخيل. عشان اشرب ميه بقى. يعني هنروح نلعب كاس العالم للانديه مستريح اللي فيفا لسه مخترعاه، عشان تيجي الفيفا وتقول لك معلش عندي ظروف. انا عندي ظروف. عشان تيجي الفيفا وتقول لك معلش عندي مشاكل في التمويل كده وايه ورفعت الدعم. في الضوء سنه رجاله احنا خلاص لغينا النسخه دي. لا بس فوقك يا عم، الزمالك في وسط كل اللي انت بتقوله ده ما كانش لعنه قوي يعني، وقدر ياخد بطولات زي الدوري وبطولات افريقيه زي الكونفدراليه والدنيا بتمشي. امال تقول ايه بقى على بنفيك؟ شكلك بدات تفهمني يا صديقي وتريت للي انا بتكلم فيه، وشكلك كده سمعت عن حوار لعنه جوتمان. بيلا جوتمان المدرب اللي قدر يثبت نفسه مع ميلان قبل ما ينتقل لبنفيكا، وكان متصدر معاهم الدوري الا انهم اقلوهم بدون اسباب. هم صحوا الصبح كده قالوا له امشي معلش مش عايزينك تكمل، وده اللي خلاه يحط في عقده مع بنفيكا انه ممنوع يقاد طول ما هو على قمه الترتيب. وبدا جوتمان تدريب بنفيكا، واللي كانت بدايه غريبه، دخل كده فجاه وعمل تصفيه للاعيبه اللي بتلعب ومشى 20 لاعب، وبدا يصعد لعيبه من فريق الشباب، راح كسب بيهم 2 دوري برتغالي ورا بعض. فطبيعي لو انت في مكان واحد زي ده حققت لهم بطولتين قارتين في تاريخهم، وكمان بتشكيله متصاعده من الشباب، وكمان خاطف واحد فاينل من ريال مدريد ذات نفسه، طبيعي هتطلب زياده في الراتب. وبعدين يا صديقي هم دول كانوا بيقبضوا كام يعني؟ هو ده اللي فعلا عمله جوتمان، فطلب مكافآت وزيادات في اجره مقابل انجاز التاريخ اللي عمله، وخلت بيه اسم بنفيكا في القاره الاوروبيه. الا ان اداره النادي تقريبا شبعوا وقالوا له كفايه 2 تشامبيونز ورا بعض. المهم ان الراجل قرر انه يرحل ويقول الجمله المشهوره بتاعته اللي فضلت لعنه لغايه دلوقتي، وان من هنا لغايه 100 سنه بنفيكا مش هيكون بطل لاوروبا. اللعنه اللي صابت بنفيكا في السنه اللي بعدها على طول عشان يخسر الفاينل في السنه اللي بعدها من ميلان، فتتجنن جماهير بنفيكا اللي اتعودت خلاص على انها بتكسب الشامبيونز ليج. واعرف واحد لبني كده عمره ما هيشمها، فقرروا انهم يكلموا جوتمان تاني وقعدوا يتحايلوا عليه عشان يرجع، وفعلا رجع درب النادي، بس اللعنه تقريبا كانت اقوى منه هو شخصيا وما كانش قادر ان هو يتغلب عليه، وفعلا ما قدرش انه يفوز معاهم ببطوله اوروبيه تاني، رغم ان بنفيكا لعبت من ساعتها 8 نهائيات اوروبيه الا انها ما قدرتش تكسب فيهم ولا مره. بس تفتكر ممكن نشوف بنفيكا بتكسب بطوله اوروبيه قبل سنه 2063؟ انت هتخليني اقتنع واصدق بحوار اللعنات ده ليه يا عم؟ ما تزودناش. طب تعالى هحكي لك على اخر لعنه، وهي لعنه بطل كاس العالم، واللي تقريبا من سنه 98 ساعه ما فرنسا خدت كاس العالم وقتها، عشان تيجي فرنسا في سنه 2002 وتخرج من دور المجموعات بعد ما خسرت من الدنمارك والسنغال وتعادلت مع الاوروجواي في مفاجاه غريبه جدا، واتكررت تاني مع ايطاليا بطله 2006 واللي خرجت من بطوله 2010 من دور المجموعات برضه، رغم انها كانت مجموعه سهله، سلوفاكيا ونيوزيلندا وشويه فرق غريبه كده، واسبانيا بطله 2010 واللي طلعت برضه من دور المجموعات 2014 قبل ما يخسروا من هولندا 5-1، واللي لعيبه هولندا لقت ان
ان اسبانيا فيها حاجه غلط، فقررت ان هي تحط جوان من كل حته، وروبن عمال يرقص لي في الدفاع، وفان بيرسي عمال بيطير، ومحدش فاهم حاجه. حتى المانيا بطلت 2014 واللي طلعت من مونديال روسيا 2018 من دور المجموعات، رغم ان كان معاها مكسيك والسويد وكوريا وشويه حاجات غريبه. فطبعا هتيجي تقول لي ان مفيش منتخب بيكسب كاس العالم بيبقى مستني انه يعرف مصير النسخه اللي بعدها. شويه الكلام اللي هتقوله لي عشان تقنعني بالخرافات والعبط اللي انت بتقوله. لا يا صديقي اطلاقا، انا حبيت بس ان اخر مثال يكون اثبات ان كل ده خرافات، او ممكن تقول انها كانت مجرد صدف، بس صدف وحشه شويه. فعادي جدا، عمك الدوناتيلو كيليان امبابي راح كسب بطوله كاس العالم 2018 ووصل بعدها نهائي 2022، وقدر كمان ان هو يجيب هاتريك في الفاينل. فقصص اللعنات والنحس دي بتضيف لنا كده شويه اثاره واحنا بنتناقش على القهوه. طب خلاص خلصت؟ يا صديقي اشمعنى؟ اصل انت من ساعه ما بدات تتكلم والنت تقل قوي يا عم، ده انت عيل فقر ووشك نح. كنت هتقول حاجه؟